توقف، لأن كل ما يفعله منتخب المغرب لم يعد إنجاز، بل هو تاريخ يكتب أمام أعيننا. 41 مباراة متتالية دون هزيمة. حارس حول المرمى إلى كابوس بركلات الترجيح. أرقام قياسية تتساقط بعد كل مباراة وأخرى. المنتخب المغربي حسم التأهل إلى دور 16 بعد الفوز بركلات الترجيح على منتخب هولندا، ليواصل أسود الأطلس مشوارهم التاريخي ويرسلون رسالة للعالم أجمع إن ما حدث في السنوات الماضية لم يكن مجرد صدفة، بل هو عمل ودخول المنتخب المغربي مرحلة جديدة، مرحلة من العظمة. في هذا الفيديو سنستعرض لك كل الأرقام التاريخية التي حققها المنتخب المغربي ليلة حسم التأهل لدور 16 والفوز على هولندا. من ياسين بونو، أسطورية ياسين بونو بركلات الترجيح، إلى تألق نصير مزراوي وإنجاز محمد وهبي، ليصبح المنتخب المغربي الأكثر شهرة على العالم وثباتا على الساحة العالمية. خلينا نبدأ مع ياسين بونو. ياسين بونو لعب 3 مباريات فيهن 3 ركلات ترجيح، والثلاث انتصرهن جميعا المنتخب المغربي بقيادة ياسين بونو. الأولى بمونديال قطر أمام إسبانيا، لعب المنتخب المغربي ركلات ترجيح. هون ياسين بونو وقف وصار يصور الكرة شلون تدخل مثل بعض الحراس. لا، ياسين بونو تصدى لركلتين ودخل، والمنتخب الإسباني أهدر ركلة ودخلت مرماه ركلتين. ب2025 أمام نيجيريا أيضا ياسين بونو تصدى لركلتين وأهدرت نيجيريا ركلة، دخل مرماه ركلتين. واليوم أمام هولندا وقف وتفرج، لا، تصدى ركلة، وأول مرة بنشوفها بحياتنا، صارت متكررة مرتين مع نفس الحارس، بتصدى لركلة جزاء وهو واقف. تصدى لركلة جزاء وأهدرت هولندا ركلتين، ليصبح ياسين بونو أحد أعظم حراس المرمى بركلات الترجيح، ويسجل أرقام قياسية، هو بطل قومي في المغرب على الأداء اللي قدمه. لم تتوقف الإنجازات المنتخب المغربي عند ياسين بونو، لا، المنتخب المغربي 41 مباراة من دون خسارة، ليعزز رقمه القياسي ويهزم كبار أندية المنتخبات العالمية، إيطاليا، البرازيل، الأرجنتين المنتخب المغربي هو اللي متصدر 41 مباراة، ومن عام 2023 ما خسرش. هون بيكون الثبات والاستقرار عند المنتخب واللاعبين، ورغم تغيير المدرب من الرقراقي لمحمد وهبي، لكن المنتخب المغربي ثابت بأدائه، بأداء لاعبينه، ثابت بأداء أهل المغرب ودعاء أمهات المغرب. أما النجم الآخر واللي أنا شايفه النجم الأول مناصفة مع ياسين بونو هو نصير مزراوي. نصير مزراوي هو قدم أفضل مباراة دولية بحياته، أنا هيك بشوفه وهيك رأيي، تمام لهون، لأنه هو أكثر لاعب قدم تدخلات والتحامات أرضية، كما كان أكثر لاعب تقديما من المساهمات الدفاعية، كما كان أيضا أكثر عدد من التدخلات مع طوال القامة. وهون بتكون أفضل مباراة قدمها نصير مزراوي الحاج والحافظ لكتاب الله. أما المنتخب المغربي أيضا رقم قياسي، أصبح ثالث منتخب أفريقي يتأهل إلى دور 16 بنسختين متتاليتين من كأس العالم بعد نيجيريا وغانا. ب 2022 بقطر يتأهل إلى نصف نهائي، وهون حاليا بدور 16، وبستنى الفائز من الباراغواي والفائز من مباراة فرنسا والسويد. طبعا ممكن تكون رد الاعتبار أمام فرنسا، إذا تخطط منتخب السويد
راح تلاقي في دور 16 المنتخب المغربي هي راح يكون يمكن أقوى مباراة أو نهائي مبكر. وليكون عندك علم أنه من 6 انتصارات للمنتخبات الإفريقية في الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم حققوا 6 انتصارات، 3 منهن للمنتخب المغربي، بينما كل غانا والسنغال والكاميرون كل واحد انتصار. هون المنتخب المغربي حقق 3 انتصارات. بالنسبة لإنجاز محمد وهبي، محمد وهبي أصبح أول مدرب بتاريخ الكرة المغربية بيحقق 6 انتصارات من أصل 9 مباريات بعد إنجاز 1996، وهذا بيأكد على ثبات واستقرارية المنتخب المغربي. أما أجمل اللقطات واللي خلينا نتكلم عنها اللي هو إسماعيل صبيري. إسماعيل لعب كل طوال مسيرته الكروية بهولندا، وكل الكاميرات الهولندية والصحف الهولندية والعالمية تتوجه عليه شو راح يساوي. اللاعب شق حاله لحتى انه يدخل بالمرمى هدف ما قدرش، سال منه الدم ما وقفش وتابع، لكن كانت الركلة الحاسمة إسماعيل صبيري هو اللي سجل الكرة وحسم تأهل المنتخب المغربي. ومثل ما قلنا بتأهل لدور 16 لمواجهة كندا. بعد انتصاره على كندا بإذن الله راح يستنى كمان اللي راح ينتصر من السويد وفرنسا، من فرنسا والباراغواي راح ينتظر بدور كمان 16. هون المنتخب المغربي برسل رسالة للعالم كله انه هو قادر، وانه ما كانش انجاز. الناس بتحكي انجاز وصدفة، لا، كان هو ثبات واستقرار بالكرة المغربية، وهو تاريخ قاعدين بكتبوه ونشوفه بعيوننا. مين تتوقع يفوز بمباراة المغرب وكندا؟ وهل تتوقع أن يلاقي الباراغواي أم الفائز من فرنسا والسويد راح يكون هو لمواجهة المغرب؟ أتمنى مواجهة حقيقية بين المنتخب المغربي والفرنسي. صدق أنا أحب هذه المواجهة لأنها مواجهة راح تكون نهائي، من يعبر منهم أتوقع أن يكون بطل كأس العالم. وكالعادة معكم مهرب سليمان، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. تحياتي.